احنا معانا موضوع الحقيقه سيده اسمها السيده صبرا فندي من اهالي نجع حمادي في قنا. مش عارف قنا النهارده جايه معانا اهو عشان ما حدش يقول ما احنا ما بنهتمش بالصعيد. احنا معمولين، احنا موجودين عشان نتكلم في كل حته في مصر. السيده صبرا فندي محمد دي من الدومه من نجع حمادي من قنا. عندها موضوع، هي مواليد سنه 70. الست بطاقتها واحده ست تانية راحت عملت بطاقه بنفس الاسم بنفس البيانات، لكن عايشه هنا في القاهره وشغاله بقى. احنا الموضوع هنعرض على حضراتكم كل تفاصيله من خلال زوجها الاخ هنداوي عبد الحميد اللي بيستغيث بوزير الداخليه وبالاحوال المدنيه ويقول لهم الحقوني. وهو بيتكلم يا جماعه الاستاذ هنداوي هاتوا لنا الشكاوى اللي هو قدمها لوزاره الداخليه والمحضر اللي هو عامله كل الكلام ده. استاذ هنداوي عبد الحميد مساء الخير. ايوه مساء النور يا باشا. قول لي بقى ايه الموضوع، احكي لنا الموضوع بتاع الحاج الموضوع صبرا. يا باشا الموضوع من 2011. ايوه انا قمت كنت عامل بطاقه لمرتي وقمت هنجددها. راح قالوا لي ده في صفه انتحال شخصيه. راح عملت محضر 26/4. يعني انت حضرتك رايح تجدد بطاقه زوجتك عملوا لها انتحال شخصيه. قالوا لي ده في واحده واخده البيانات بتاعتها في القاهره. يعني هي الاصل صاحبه البطاقه اتعمل لها انتحال شخصيه والمنتحله الشخصيه محدش يعرف لها طريق. بالقاهره. كمل باقي الموضوع يا فندم اتفضل. واخبروني بانها توجد صفه انتحال شخصيه بالقاهره. نفس الاسم ورقم القومي. حتى نفس الرقم القومي نفس الاسم. العنوان هو العنوان. العنوان هو العنوان ولا عنوان مختلف؟ لا العنوان ديك بالقاهره شارع الطيران عندك. انت عندك عنوانها اللي في شارع الطيران؟ لا ما فيش الا مكتوبه بالقاهره شارع الطيران بس. مش رقم كام؟ احنا معانا الشكوى بتاعتك اللي انت مقدمها عرضنا معانا على الهوا اهي ولا ده المحضر؟ اعتقد ده المحضر. اتفضل احنا بنسمعك يا عم هنداوي اتفضل. عملت محضرين، محضر في دائره الاحوال في جنيه ودائره الاحوال بسوهاج. واخر حاجه على قد توصلت فيها قالوا البطاقه موقوفه علي. موقوفه، يعني انت حتى مش عارف تطلع لزوجتك بطاقه. وفي النهايه الست الطيبه كانت هتروح يتعمل لها قضيه انتحال صفه. ايوه يا باشا. لجأت لمديريه الامن، رحت لمديريه الامن، رحت لمدير السجل يعني المشرف على السجلات المدنيه عندكم في قنا. ايوه درجات وكل يقول لي انا كل ما نروح له يقول لي انا ما عنديش حل. كلهم ما عندهمش حل. دائره الاحوال. طيب هل تقدمت بشكوى لاقطاع التفتيش في وزاره الداخليه؟ قدمت بشكوى، عملت محضر انا. عملت محضر؟ ضد المرأة اللي هي تحت القاهرة ده. المحضر ده اتحقق في النيابة؟ لا تحقق، عملت المحضر في دائرة أحوال سوهاج. النيابة بقى، النيابة سألتكم فيه ولا هو محضر في الاسم واتداس عليه؟ لا عملت محضر في دائرة الأحوال، هم قالوا لي تعمل ده محضر في دائرة الأحوال وهتحول مباحث القاهرة ومعايا الرقم التالي. من قد إيه يا عم هنداوي؟ من 29/9/2012. احنا بنتكلم في مدة طويلة جدا، بنتكلم أيوه. وكل ده ما عملوش أي حاجة في المحضر. على كده وما عرفش نصرفها باسم المرأة خالص. طب أنت يعني ناوي تعمل إيه يا عم هنداوي؟ ما عارفش والله انا قدمت فاكسات للوزير الداخليه وفاكسات لدائره الاحوال المدنيه في العباسيه ومحدش عمل حاجه. مش عطاني اي حاجه. طيب انا الان معلش يمكن الانتحال الشخصيه تحت القاهره دي عامله جريمه ولا حاجه. طيب الموضوع اتعرض يا عم هنداوي وانا بشكرك انك وضحت الامر وحكيته على الهوا معانا، بشكرك جدا. لكن الحقيقه انا بسال السيد وزير الداخليه، السيد الوزير، يعني لما يكون عندنا امر يعني بهذا الشكل الحقيقه مصلحه الاحوال المدنيه اللي هي وظيفتها يعني تعمل فرز للداتا بتاعت كل مواطن مصري، ازاي يطلع من عندها بطاقه لواحده بتاعت واحده تانيه؟ ده سؤال مهم جدا. السؤال الثاني، بعد ما طلعت ما وقفتوش ليه البطاقه دي عندكم على
اجهزه الكمبيوتر الرئيسيه في المصلحه في العباسيه. ادي 2. 3، ليه الراجل الطيب ده هو وزوجته مش عارفين يطلعوا بطاقه زوجته؟ يعني هل هو عشان مواطن شريف او مواطن صالح يتعامل كده؟ السيد مدير امن قنا، السيد مدير امن سوهاج، المكانين اللي اتعمل فيهم المحاضر، السيد مساعد الوزير للاحوال المدنيه، اعتقد دي جرة قلم من سيادتك والموضوع ده يتحل. جرة قلم من سيادتك، والست دي يكون عندها بطاقه، والست المنتحله شخصيتها تقبضوا عليها، يمكن بتعمل مصيبه بالبطاقه دي. اصل مفارقه غريبه يعني من شارع الطيران في مدينه نصر ولا في مصر الجديده، لانه هو واصل لحد مصر الجديده، لقنا ولا صهاج بعيده الحقيقه يعني ما تركبش. انا حاسس ان فيها حاجه غلط، عشان كده بطالب قطاع التفتيش والرقابه في وزاره الداخليه ان يحقق في الموضوع، وايضا في مصلحه الاحوال المدنيه.